بسم الله وعلى بركة الله بدأنا أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. كريم كرم بيلعب الكرة اللي أيمن رضا ناحية اليمين، في وسط الملعب علاء صلاح اللي بيرجع رمي التماس من ناحية الشمال لصالح نادي لافيينا في مباراة إليو. رمي التماس أمامية عالية من اللاعب وائل جمعة، ترجع لعلاء صلاح. علاء بيلعبها وادي ميسي، حلوة يا ولد يا ميسي، حلوة يا أحمد يا إبراهيم، حلوة يا أحمد يا إبراهيم. أداء رائع من اللاعب أحمد إبراهيم ومن الفرقة الحقيقة النهاردة. هو اللي هيلعب، بيلعبها على عبد الناصر أمامية، الكرة ملعوبة في اتجاه مروان، مقطوعة علاء صلاح. بيلعب كرة بينية حلوة قوي. يلا بقى هنا الكرة اللي اتلعبت جميلة، ولو اتلعبت بسرعة، لو اتلعبت بسرعة انما فيها فكرة برضه، ورجعت لميسي يا ولد يا لعيب، عدل على شماله، جميلة حلوة يا ميسي. عبد الناصر بيلعب الكرة في اتجاه مروان عاطف. النهارده في اتنين مروان، اللي مروان عاطف اللي معاه الكرة ده، وفي مروان احمد. اتلعبت كرة امامية، ترجع لستانلي وبيلعبها حلوة قوي. وادي يوسف حاتم، يوسف حاتم، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، كان يعني عندك فرصة افضل من كده انما هنشوف بقى حكم اللقاء محمد عوض. ادي بقى الانطلاقه من ناحيه شمال، انما الترسانه اللي حقق الدوري وحقق الكاس 6 مرات يعني بيمر بفتره صعبه، ولا يعني بعيد جدا عن دوري الاضواء والشهره على الرغم من جماهيريته الكبيره في فتره من الفترات. ان شاء الله يكون موسم الصعود هذا الموسم. محمد عويس بيلعب كره اماميه عاليه ومعديه وخطيره ولسه، انما توصل الى حارس المرمى حسين احمد، حارس مرمى فريق الترسانه في مباراه اليو. ترجع الكره مره ثانيه، كريم كرم بيلعبها هناك ناحيه شمال، ستانلي، استلام من ستانلي وبيحاول يعدي، اتقطعت، انما تدخل قوي جدا من اللاعب كريم كرم، وحكم اللقاء مش عارف يعني بيسمح بالاشتراكات العنيفه النهارده كابتن محمد عوض. انما ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه، الكره الحلوه لايمن رضا بقى، اظبط يا ايمن، ايمن رضا يتقدم من ناحيه اليمين، اظبط يا ايمن، وادي الكره العرضيه مش ممكن، وستانلي يا ستانلي، ولسه ايمن وائل جمعه وتصويبه. ايه اللي بيحصل؟ دي هجمه ثلاثيه الابعاد في اللقطه اللي فاتت دي، والكره تمر الى خارج الملعب وركله ركنيه. ادي الضغط بقى، وادي الاداء الجميل، وادي الكره الحلوه اللي عملها لاعبي لافيينا، بدات بعرضيه رائعه من اللاعب ايمن الحقيقه، وعدت من على راس يوسف حاتم، رجعت لستانلي اللي سدد في حارس المرمى، رجعت لوائل جمعه، وائل جمعه سدد، اصطدمت بالمدافع وطلعت بره، وحكم اللقاء اداها ركله مرمى. غريبه قوي دي، ركله مرمى ازاي دي؟ احمد ابراهيم سلامات يا ميسي، سلامات يا ميسي، يعني خد له خبطه في بطنه كده في اللقطه اللي فاتت من الكوره. الف سلامه يا احمد يا ابراهيم، سلامات يا ميسي. ودكتور وائل على طول بيجي له علشان يعني يطمئن عليه. كرة يعني الراجل سدد تصويبه قويه والمسافه كانت قريبه جدا. رمي التماس بتتلعب على طول اماميه، ترجع من يوسف حاتم، وادي محمد عويس بيلعبها في وسط الملعب عند ستانلي، انما على طول مقطوعه لفريق الترسانه، وانطلاقه كده من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب محمد خاطر، بيعدي وماشي، ولسه الكره لفريق الترسانه، وادي الانطلاقه وترجع ناحيه اليمين، والكره العرضيه الخطيره، وزياد طالع من مرماه، وزياد وجد صعوبه شويه في اللقطه اللي فاتت دي، انما ترجع الكره لميسي، وضغط من لاعبي الترسانه في احداث هذا اللقاء، وبيعدي الراجل وماشي، حط جسمه حلو قوي لاعب فريق الترسانه. وادي حكم اللقاء يعني فكر للحظات وبعدين رجع وادى الفاول، رجع وادى المخالفه في اللقطه الماضيه لصالح فريق الترسانه، انما فاول من مكان خطر يعني. ركله حره، احمد سلامه حلوه من احمد سلامه وسط الملعب. علاء صلاح بيلعب الكره البينيه الاماميه الحلوه في اتجاه احمد ابراهيم، بيعدي ميسي وبيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند وائل جمعه، لسه الكره مع وائل، وبيلعب كره عرضيه، انما بيطلع دفاع الترسانه عن طريق اللاعب ابو سريع. ترجع مره ثانيه بلمسه راسيه من علاء صلاح، والكره عاليه كده رايحه وجايه من لاعبي الفريقين مشاهدينا الاعزاء. وترجع الكره مره ثانيه احمد ابراهيم بيلعبها لايمن رضا ناحيه اليمين، يا ولد يا ايمن، وبيلعب كره بينيه حلوه قوي لعلاء صلاح. علاء نستغل بقى اللعبه دي، فاول من مكان خطير لصالح لاعبي لافيينا، انما اداء متميز النهارده من اللاعب الحقيقه ايمن رضا عامل ماتش حلو ومتألق اليوم مشاهدينا الاعزاء في احداث هذا اللقاء. جالها محمد عويس، وهنشوف بقى هيعملوا ايه في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء لاعبي لافيينا. ستانلي وعويس، وركله حره لعويس، بيلعبها على طول عرضيه ولعبه كده راسيه، انما الى خارج الملعب. بدايه هجمه كده للافيينا، وادي عبد الشافي بيعدي وماشي، وبيلعب كره بينيه هناك عند وائل جمعه،
وائل بيلعب الكره العرضيه العاليه داخل منطقه الجزاء، وعدت وصلت في اتجاه احمد ابراهيم. ميسي اهو، ادي ميسي بيحاول يعدي انما اتقطعت، وترجع الكره مره ثانيه وخطره وممكن وتصويبه من اللاعب يوسف حاتم. انما برافو يا يوسف، لاعب نادي لافيينا، والركله الركنيه من ناحيه اليمين في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء. ركله ركنيه ايمن رضا على تنفيذ ايمن، ولسه بيسيبها ايمن. ده لعبها العلاء، هو لعبها العلاء، لمسها العلاء. طب هم بيعترضوا على ايه؟ هو الراجل لعب الصح يعني. غريبه قوي دي، اتلعبت عرضيه خطيره، هي ممكن يا راجل يا عويس، مش ممكن يا عويس، الفرصه دي مش هتتكرر يعني. شفت بقى الكورنر في اللقطه اللي فاتت، الراجل لمس الكره وخلاص هو سابها وزميله جه خدها يعني. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل هنا ناحيه الشمال، ومحاوله. نشوف بقى يعني ما بين شوطي هذا اللقاء والتعليمات وايه اللي هيحصل، وهل هيكون هناك في تبديلات. هنشوف مع حضراتكم. متواجد محمد عزت، ابو السعود، اسلام محارب، محمود رشدي، يوسف مندو، وائل اشرف، حميد، علاء الدين، ومحمد عبد الهادي. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين، وكره عرضيه داخل منطقه خطره جدا، وعدى الراجل خطيره، ومره ثانيه، وعبد الوهاب بيسند، وادي التصويبه هنا من اللاعب محمد سامي. ومشاهدي الاعزاء في هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء صافره النهايه لاحداث الشوط الاول. مع بدايه احداث الشوط الثاني اجرى المدير الفني كابتن احمد رجب تبديلين، بخروج اللاعب وائل جمعه ونزول بدلا منه ابو السعود، وخروج لراس الحربه يوسف حاتم ونزول للاعب محمود. لسه الكره مع علاء صلاح، قطع مسافه كبيره علاء واخذ خطوات كبيره جدا، انما خلى الكره اللي تمشي ولعب الكره البينيه هناك. وادي المحاوله بقى في هذه اللقطه للاعب محمود رشدي، ترجع لكريم لمحمود ناحيه الشمال. احمد ابراهيم بيحاول عليها، انما على طول مقطوعه الكره لفريق الترسانه، ترجع لكريم كرم بيعدي وماشي وبيلعب كره بينيه حلوه لعلاء صلاح. علاء بيلعب التمريره الاماميه الحلوه، وادي بقى الاستلام هنا من رشدي بيلعب ناحيه الشمال، وكريم. ادي امامنا بقى احمد ابراهيم عايز يعدي ميسي من ناحيه الشمال، انما مقطوعه، وضغط على طول، وبيرجع لرشدي مره ثانيه، وحكم اللقاء ما اداش حاجه، ولاعب الترسانه وقع على ارض الملعب، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي الترسانه من ناحيه اليمين. ايمن رضا وتحرك من الجميع داخل منطقه الجزاء، وكره عرضيه ملعوبه في اتجاه محمد عويس، انما ترجع لرشدي ناحيه الشمال. وادي ميسي بيلعب الكره العرضيه الحلوه ومعديه وخطيره، وهي وما اداش، رشدي وتصويبه، انما الى خارج الملعب. قال لك انكشها في الزحمه، انما يعني عليت وطلعت وبقت ركله مرمى. تتلعب الكره مره ثانيه اماميه عاليه ومعديه خطره جدا، ادي خطره جدا وزياد. يا سلام يا زياد، حلوه اللقطه اللي فاتت من اللاعب مروان سيد، اللي كان رايح انفراد كده مروان سيد، انما زياد عسكر على الرغم من عدم وصول كور كتيره ليه الا انه مركز تماما، وقدر ان هو يتصدى للقطه اللي فاتت دي ويخرجها، تبقى ركله ركنيه لنادي الترسانه، وتبقى الامور يعني صعبه. شفنا فريق الترسانه بهجمه واحده في بدايه احداث الشوط الثاني كان ممكن يسجل. ادي بقى الركله الركنيه للترسانه، تتلعب على طول، والمحاوله مره ثانيه، عدى حلو قوي اللاعب سعيد، ولسه الكره داخل منطقه، ومره ثانيه بيحاول، وتتلعب ناحيه الشمال، والكره العرضيه انما تصطدم كده بعبد الشافي وتطلع، وتبقى رميه تماس للترسانه من الجانب الايسر من ملعب المباراه. مشاهدينا الاعزاء رايح لها بقى اللاعب عبد الناصر، رميه تماس من ناحيه الشمال للترسانه، تتلعب على طول الكره على حدود منطقه الجزاء كده من الجانب الايمن عن طريق اللاعب اللي اضاع الفرصه اللي فاتت دي اللي هو مروان سيد. وادي تصويبه عاليه، انما الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى، وترجع له مره ثانيه. وادي تغيير الملعب، انما على طول عبد الشافي خبره كبيره جدا بيقطع وماشي. علاء صلاح بلمسه حلوه لكريم كرم، حط جسمك يا كريم بيطلع ميسي ناحيه الشمال، ميسي وطلع له ستانلي، ميسي عدى وعايز يلعب العرضيه، ياخد منها ركله ركنيه لصالح نادي لافيينا من ناحيه الشمال. ايمن رضا بيلعب الكره العرضيه العاليه، وادي الكره الخطيره جدا اللقطه اللي فاتت دي، ومش ممكن بقى علاء صلاح حاول عليها، انما رجعت الكره ولسه الخطوره مستمره. وادي العرضيه مره ثانيه، علاء صلاح بلمسه راسيه ومش ممكن، ومحاولات بقى العمل باكورد كده على مرتين داخل منطقه الجزاء، ولكن اتلعبت الكره ووصلت لكريم كرم اللي بيلعبها الى زياد عسكر. وادي الكره عبد الناصر، ابو سريع في وسط الملعب، استلام من سعيد انما اتقطعت، وصلت لابو السعود. يلا ابو السعود بيلعب الكره البينيه، ستانلي، ادي ستانلي اهو بقى على حدود المنطقه، ستانلي عدى ستانلي وماشي، ايوه هوبا، وايه هيدي انذار حكم المباراه كابتن محمد عوض. انما اللعبه دي بقى
محتاجه ان احنا نعيد ونزيد فيها ونشوفها. هنشوفها بقى مع زميلنا محمد جمال في الملخص طبعا للمباراه بعد احداث هذا اللقاء. انما انذار للاعب ستانلي. تتلعب الكره اماميه عاليه، وادي اللمسه في وسط الملعب. كل مدير فني بيحاول ان هو يضيف عناصر جديده طبعا في ارض الملعب. عبد الشافي عدى واحد والثاني والثالث ولعبها صعبه جدا طبعا، اتقطعت. رجعت الكره مره ثانيه ناحيه اليمين، وادي على طول اليماني، وادي الانطلاقه للاعب اللي لسه نازل اهو رقم 17 محمود صابر. علاء بياخدها مره ثانيه، ادي محمود صابر. محمود صابر بيلعب كره عرضيه خطره 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 خطره، ومش ممكن معلش، لقطه غريبه جدا اللي ضاعت دي. شايف من وجهه نظره ان عبد الشافي ممكن يعمل منها حاجه، هنشوف. 33 هل يسعد المتابعين عبد الشافي؟ ايوه حلوه والله، حلوه الفكره. عويس بيلعب الكره ناحيه شمال عند عبد الشافي. عبد الشافي يتقدم وماشي من ناحيه شمال، عدى وماشي ما خد فاول. يا ترى بقى مين اللاعب اللي هيكون خريج كليه الترجمه الفوريه للغه كره القدم؟ ركله حره لصالح نادي لافيينا. عبد الشافي بيلعبها على طول عرضيه عاليه على القايم البعيد ومعديه من الكل والى خارج الملعب، وركله ركنيه لصالح نادي لافيينا. ركله ركنيه من ناحيه اليمين احمد ابراهيم بيلعبها على طول عاليه ومعديه، والهدف الاول عبد الشافي. الهدف الاول في مباراه اليوم يا ولد يا لعيب. جول حلو قوي، جول حلو قوي في اللقطه الماضيه دي. لقطه حلوه وهدف جميل جدا في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اجمل من الموناليزا واعظم من سيمفونيات بيتهوفن. يعني متعه كده بيقدمها اللعيبه. والهدف الاول في مباراه اليوم، ابو السعود بيسجل الهدف الاول. 1-0 لصالح نادي لافيينا. برافو يا رجاله، قدروا ان هم يسجلوا الهدف الاول في احداث هذا اللقاء عن طريق بقى اللاعب ابو السعود. الفرقه كلها اجواءها حلوه، يعني حاله الحب والانس كده اللي متواجد بين اللعيبه وبعضها البعض وزملائهم، والاداء الجميل اللي بينفذوه. التوفيق غاب عنهم في مباراه الاعلاميين، انما النهارده الامور كويسه. ابو السعود يتقدم من ناحيه اليمين، الجمل اهو عدى وماشي ولسه بيلعب كره عرضيه حلوه بقى. اسلام يا ولد مش حرام لا مش ممكن اللقطه اللي فاتت دي. يعني احنا نجيب بقى حاجه ونحرك المرمى ده ما عندوش حق، كان لازم يجي شويه ناحيه اليمين. انما يا سلام يا اسلام يا محارب، شوف اسلام محارب استلم الكره ازاي ولعبها جميله الحقيقه. ابو السعود متالق النهارده، لعب الكره لاسلام محارب. ده اسلام محارب مسمرني في الكرسي هنا. وادي بقى تصويبه وزياد يتالق ويتصدى. نتيجه 1-0 يا جماعه، نتيجه خطر في اي لحظه. وادي الترسانه والكره العرضيه، ولكن يا علاء صلاح بيطلع الكره الى خارج الملعب. واقفين على طول الخط. وادي الركله الركنيه تتلعب بسرعه وعرضيه عاليه وخطيره جدا، وبيطلع محمد عويس ولسه الهجمه حنكش وترجع الكره. كان ممكن تتحسب فاول دي لفريق لافيينا. الوقت خلص ويعني الكل بقى بينظر لحكم اللقاء. وادي هجمه لفريق الترسانه، فوز هيكون مهم جدا في حال تحقيقه بقى لفريق لافيينا في مباراه اليوم. هيعيد يعني الامور الى سابق عهدها ان شاء الله في المنافسه على الصداره والصعود. وفي هذه اللقطه بقى وفي هذه اللحظه مشاهدينا الاعزاء، كابتن محمد عوض يطلق صافره النهايه لاحداث هذا اللقاء، ورجعنا للانتصارات.